خبر مفاجئ عن الأسعار بالمغرب قبل رمضان. كشف مصطفى بيتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الجهود التي تبذلها المصالح المختصة من أجل مراقبة الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار قبل حلول شهر رمضان. وفي هذا السياق أكد بيتاس أنه تم خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى فبراير مراقبة 31383 نقطة للبيع، الأمر الذي أسفر عن ضبط 1948 مخالفة كانت منها 374 موضوع إنذارات للمخالفين. وأورد الناطق الرسمي في الندوة الصحفية التي عقبت المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 22 من فبراير الجاري أنه تم إنجاز 1574 محضرا بشأن المخالفات التي تم الوقوف عليها، حيث تم إرسالهم إلى المحاكم المختصة من أجل البث فيها. وفي سياق متصل أوضح المسؤول الحكومي بأن عمليات المراقبة أسفرت عن حجز وإتلاف 70 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك، مبررا أن شهر رمضان مناسبة تعرف طقوسا خاصة تحتاج إلى تعبئة مضاعفة وجهود مكثفة.